عمل المطبخ بتاعه استوديو واشتغل شيف في فنادق ومطاعم مشهورة، وظهر في فيديو من مكان شغله وعمل ضجة من أول يوم ظهر فيه، وكلمته الشهيرة واللي الكل بيحبها منه الله على الجمال. أكيد خمنتوا مين؟ أيوة زي ما عرفتوا هو الشيف حسين عبد المجيد. وإيه أكتر فيديو انتشر معاه ومفاجأة عن حلم حياته؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. بيعشق المطبخ وتحسه لعبته اللي بيطلع فيها موهبته، وحول مطبخ بيته لاستوديو وعمل مريالة بيلبسها على اسمه، وتحسه كده حول بيته المطعم. حكاية الشيف حسين عبد المجيد واللي مفيش فيديو بيظهر إلا يطلع ترند ويعمل ملايين المشاهدات، وقدر يثبت نفسه في فترة قليلة. الشيف حسين كاريزما وحضور ومهارة مش موجودة في شباب جيله، والكل بيحبه ستات ورجالة، وفي شباب كتير واخدينه قدوة ليهم لأنه بدأ من تحت الصفر وصبر لحد ما وصل للي هو فيه دلوقتي. أول ما ظهر تحسه شخص بسيط ولهجته ممكن تكون قلب على دمياطي او بورسعيدي، وعنده جملته الشهيره اللي اول ما تتقال يعرفوا على طول ان ده الشيف حسين، وهي الله على الجمال. اول ما تسمعها تعرف على طول ان الحلقه بدات، فتجهز ادواتك وتجيب ورقه وقلم وتكتب وراه الوصفات والخطوات. بيعرف يوصل المعلومه بسهوله، وفي اقل من دقيقه ونص بيقدر يعمل الوجبه، وبيسهل على ستات بيوت كتير. ده حتى الطحينه بعد ما سعرها غلي والكيلو بقى اكتر من 180 جنيه عملها في البيت، وبعدها انتشرت ترند والكل بقى يعملها وستات بيوت عملتها. حسين يقال انه خريج سياحه وفنادق واشتغل في اكتر من حاجه لحد ما لقى نفسه موهوب ونفسه حلو في المطبخ، وبيعمل الاكله او الاختراع. من هنا الزباين بيطلبوا الاكله مره واثنين وثلاثه من حلاوتها. اول ما عمل فيديو كان من مطبخه في مطعم او فندق، وعمل احلى دجاج كريسبي وسماها دبابيس توم اند جيري، وصوروا خطوه بخطوه. الناس بدات تتابعه ويشيروا فيديوهاته، وهنا بدا ينتشر. فقرر يطلع من مطبخ بيته، وكان مطبخ بسيط جدا شبه بيوتنا اللي فيها ادوات عاديه، لحد ما جت فترة العزل المنزلي. وطبعا حصل خسارة كبيرة للمطاعم والفنادق وللشيفات، وهنا قرر يستمر وحول المطبخ بتاعه استوديو وحط اسمه فيه، وبيعمل مريالة مختلفة وبيفصلها مخصوص سواء عليها اسمه او مفيش كلام خالص وبألوان كتير. وده طبعا بيشد الانتباه، وكمان علشان الجودة والنظافة، ويدي ثقة عند جمهوره ان اهم حاجة في طبخ النظافة. وبيلبس جلافز ملون، مرة اسود مرة ازرق على حسب الموضة، ومفيش اكلة بيعملها الا لما يحط التاتش بتاعه وتكون مختلفة تماما عن اي وصف شيف عملها قبل كده. وابرزهم حلقه البيتزا اللي قلبت الدنيا، وكانت في الفتره اللي الناس ما كانتش بتنزل فيها وقاعدين في البيت. وطلع بترند البلوبيف البلدي في البيت، وده طبعا مع دخل المدارس، وعملها باللحمه وحطها في علبه وطلعت زيها زي الجاهزه وانضف، وعلشان يفرح ست البيت. وبعد ما الصوصات غليت عمل حلقه كامله بالصوصات كلها لست الكل، زي الكراميل والفراوله والقهوه والشوكولاته والكريمه وكل اللي قلبك يحبه. وعلشان يوفر على ستات البيوت، وبدل ما يجيبوا كيلو البفتيك باكتر من 400 جنيه عمل لها احلى بفتيك في البيت بنص كيلو لحمه مفرومه وما كلفتش 200 جنيه على بعض، واتعمل منها كميه تكفي اسره مكونه من 4 افراد، وسماها البفتيك الكذاب. مش بس كده، ده عمل السمك مشوي في البيت من غير رده ومن غير دقيق ومن غير اي حاجه، زي ما هي على الفحم على طريقه براء تركي. دفن الفراخ في الرمل والفحم وطلع منه احلى مندي دايب بيدوب في البيت من كتر ما استوى، وقعد ساعات كتير بيستوي. حلقه لعشاق الفرايز، عمل كل الانواع زي اللي بالهوت دوج والكريسبي وبالجبن واللانشون والروز بيف وتركي. واما بقى على الاختراع اللي ما بقالوش كتير واتخانقوا عليه محلات شهيره بلبن ووزير الحلو، وكل واحد قال انا اللي عملته، هو طلع من قلب مطبخه وعمله على الهوا قدام الناس، وقال لهم ارخص كتير من بره. حسين نفسه يفتح مطعم باسمه ويبقى ليه برنامج خاص بيه ويفتح مشروع حقيقي. هو يستاهل لانه تعب لحد ما وصل للي هو فيه. يا ترى جربت وصفات الشيف حسين ولا لا؟ وايه اكتر وصفه اتعلمتها منه؟ شاركونا في تعليقات.